ورجعنا لكم تاني بقى، وقصة السويس وقصة البحر وقصة البحر الأحمر والمحريات. ومعانا اتنين طبعا من مشاهير الغطس الحر، وليهم باع طويل قوي في كيفية التعامل مع المحريات بكل أنواعها. احنا معانا نجم النجوم الكابتن علاء عبد المنعم. طبعا علاء عبد المنعم وعلاء السويسي غني عن التعريف، ومعاه برضو نجم من نجوم الوعدة والصعدة وباع طويل قوي في البحر، كابتن احمد حجاج. حاج علاء عبد المنعم، حابب تقول ايه في اللي احنا شايفينه في ايديكوا ده؟ هو يا عم انا بالنسبه للكلام ده انا تلميذ. انا بعتبر نفسي تلميذ جنب الحاج احمد حجاج ده. نقول عليه ايه؟ استاذ الغطس، ملك الغطس. نقول يعني مش هنكفيه كلام. انا بالنسبه له تلميذ، وبعدين انا خلاص راحت عليا عجزنا وخلاص. ده انت اللي معلمنا. الحاجات اللي لا يا عم، والله انت اللي معلمنا. والله ده انت المعلم بتاعنا. لا حبيبي ربنا يخليك. والله ما ينفعش. حاجه اللي هو جايبها غير عاديه بقى، احجام انا عن نفسي اول مره اشوفها. ده اللوجز الواحده يعني بحجم 4-5 من اللوجز العادي. وبص بقى الكريستال يعني كله عباره عن كريستاله جميله. فاللوجز ده غير عادي، ده حجم مش طبيعي. ده بيبقى فوق الشعب عايش كده بالوضع ده، وبيتحرك وبيمشي كده. الحيوان من جوه هنا بيطلع بيزق نفسه وبيتحرك. مسكه سهل يعني، نلمه كده من على الشعبة سهلة. المشكلة بقى الكبيرة بقى في السردياية دي. أنا بقى يعني بصراحة مش عارف أقول إيه لأحمد عشان هو يطلع حجم السردية بالحجم ده. أنا ما شفتهاش قبل كده أبدا الحجم ده. دي قد السردية العادية اللي إحنا بنجيبها تقريبا 10 مرات. السردية العادية بيبقى ماسكة من ديلها من هنا في خيط حرير، بيبقى ماسك في عشب نباتات بتبقى جوه البحر. تيجي تطلعها بسهوله، بتقطفها كده زي ما تكون بتقطف ورد بالظبط. لكن دي ما ينفعش. عشب ايه اللي هتمسك فيه ده هتاخدها وتنسى. فدي بتبقى لازقه حسب ما هو قال لي. بصراحه انا ما شفتش الحجم ده ولا جبته قبل كده. حسب ما هو قال لي، سالته دي موجوده فين، فقال لي بتبقى ماسكه في الشعب نفسها عشان تقف كده. انا مصوره طبعا فيديو انا وبطلعها من الميه بتبقى ماسكه ازاي، وطريقه استخراجها من البحر ازاي. بتبقى ماسكه في الشعب وماسكه جامد كده، واحنا بنديها ايه حركتين كده هون عشان يمين وشمال. يعني هو هنا بنتكلم عن صعوبه يا حاج علاء. في صعوبه بقى في السرديه الكبيره، ما فيهاش كلام. يعني صعوبه بالغه في انا مصورها فيديو ان شاء الله باذن الله. هنتابع. شيء طيب جدا، وكمان نتمنى ان احنا نشوف ازاي دي بتتعمل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله انا هفرجكم بتعمل. متشكرين جدا، شكرا يا كابتن احمد، متشكرين يا حاج علاء، الله يخليك وجزاكم الله خير. شكرا. احنا نشكر كابتن احمد بصراحه، هو بقى استاذ الغطس بقى بصراحه يعني في السويس وفي البحر الاحمر تما. الحاجات دي مش اي حد يجيبها. مع السلامه يا رجاله. اعتذر لكم اعتذار شديد جدا جدا جدا. طبعا ده حاجات قليله كده من اللي احنا بنعملها لعم علاء حاليا. عينه. طبعا هو في سرديه تحت للاسف في عمق الحله. طبعا اللي من فوق ده زي ما انتم شايفين لوجز تقريبا الحته فيها بتاع نص كيلو. بسم الله. مش هنعمل فيديوهات وهنبعت لكم، وهنحاول نعيشكم لحظه العشاء معانا، ما تقلقوش. لوجز رومي. اعتذر لكم اعتذار شديد جدا جدا جدا. طبعا ده حاجات قليله كده من اللي احنا بنعملها لعم علاء حاليا. عينه. طبعا هو في سرديه تحت للاسف في عمق الحله. طبعا اللي من فوق ده زي ما انتم شايفين لوجز تقريبا الحته فيها بتاع نص كيلو. بسم الله. مش هنعمل فيديوهات وهنبعت لكم، وهنحاول نعيشكم لحظه العشاء معانا، ما تقلقوش. لوجز رومي.